السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرس الثاني هنتعلم برضو ازاي نرسم على الكمبيوتر، ونخش زي ما دخلنا هندوس ستارت، نفتح الاكسسوارز وناخد الباينت بتاعنا ادي اهو. هنا بقى النهاردة هنتعلم ازاي نرسم برضو هنا آه، وجه يعني لشخص. هنيجي على الأداة دي، هنتك عليها، هننزل هنا كده، شايفين كده معايا واحدة واحدة اهو. واتك عليها بالماوس، بعدين اتك تاني عشان اخفي اللي كان موجود. بعدين اختار الخط ده واللون الاسود، وهاجي هنا اعمل كده. تمام. هختار الاداة دي واختار برضو الخط ده، واجي بالراحة اعمل كده، وهنا كمان اعمل كده. هنزل هنا كده في نفس الحتة دي واعمل كده، وبعدين اجي هنا اعمل كده، وخط يمشي هنا، بعدين اجي هنا اعمل كده. كده وهنا ابدأ بنفس الأداة اللي أنا شغال بيها، أقفل كده، وبرضه هنا كده، وأطلع بالحاجب كده، وبالحاجب التاني كده. أجي بقى أختار الأداة دي، شايفينها، وأخش هنا كده، أملى الشعر ده وأملى الشعر ده. بعدين أختار الأداة دي تاني، وأجي أمشي كده بالراحة كده. أنا كده رسمت الوجه. بعدين أجي أمسح الزيادة دي كده. طبعا يعني الرسم بالماوس مش سهل، بس يعني بنحاول بقدر الإمكان إن احنا ناخد الخط ده بالأداة دي برضو، عشان نعمل تفصيلة بس صغيرة كده. وهنا كمان للوجه ده،
هنا ننزل من هنا كده على المناخير، نطلع دي كده شوية. طبعا اللي عايز بقى يلون براحته، واللي عايز يعمل أي حاجة يعملها. احنا هنرجع للون الأبيض وندي كام نقطة كده تلميع، لأن تملي يعني اللي يبص في عين حد بيلاقي فيه لمعة. وارجع بالأسود تاني، أعمل الحتة المظلمة دي كده. وبكده يكون درس النهاردة خلص، وأتمنى يكون الدرس عجبكم واستفدتم منه. ويعني أنا بدي حاجات بدائية كده بس، يعني أنت بقى ممكن طبعا عايز تزود الشعر ده مثلا وتجيبه مثلا لغاية هنا، تعمله وتاخد الأداة دي برضو بالأسود وتعمل كده فهيقفل معاك. عايز تنقص منه شوية هتيجي هنا بالجومة ومثلا تمسح كده، نمسح بالجومة اللي احنا مثلا شايفين ان هو زيادة او مش عاجبنا. انا بديلك الطريقة، وانت بعد كده عايزك بقى ايه تبدع زي ما انت عايز. يعني كده كويس. اتمنى يكون الدرس استفدتم منه، وياريت الكبار يقعدوا مع الولاد الصغيرين. مع أول مرة يعني هتبتدي العملية صعبة شوية، وبعدين الصعوبة هتفك، وبعد كده هتبص تلاقي مثلا بيبدع بقى ويعمل حاجات تانية كتيرة جميلة وأشكال جميلة ويرسم بإيده. يعني ممكن أنا مثلا هاخد هنا الأداة دي وهختار الخط ده وأنا هشتغل هنا مع نفسي. يعني ممكن أنا مثلا أنا هعمل إيه، أنا أدي حاجب وأدي حاجب، بعدين أرسم العين كده كده، وأجي هنا بعمل كده، وباجي هنا برضو بعمل كده. زي ما حضراتكم شايفين كده. وبعدين باجي من الأخير أعمل كده، وأعمل صغننة كده، أقول مثلا كده صغننة. وأجي هنا أعمل الشفايف في النص بالظبط كده، بعمل كده وأعمل كده، بعدين آخد كده، بعدين أعمل خط كده، بعدين أجي أشتغل مع بعض النص. زي ما حضراتكم شايفين. بعدين نيجي نعمل الشعر كده، وآخد الأداة دي
واملى الشعر ده كده كده كده. يعني نرجع بقى، مثلا ناخد الجومة اهي، دي الجومة اللي بنمسح بيها، واصلح بقى، اصلح مثلا الكاوتش ده بيبقى غصب عني عشان خاطر الماوس، وارجع اخد الاداة تاني بنفس اللون الاسود، اخد الخط، متنسوش الخط، واخد الخط وامشي كده بس كده. وان شاء الله في حلقات تانية ان شاء الله ودروس تانية باذن الله، انتظرونا. وزورونا على مدونة سي عمر، وإن شاء الله حلقات تانية مفيدة، نستفيد مع بعض ونعلم بعض. اتشرفت بلقائكم. كان معكم أخوكم عمر محمود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.